السلام عليكم. النهاردة وصفتنا مميزة جدا جدا. هعمل كيكة من كتر حلاوتها وريحتها التحفة هتقلب البيت كله حرفيا. كيكة طرية وخفيفة، سكرها مظبوط، ومن كتر انها هشة وطرية تدوب في البوق دوب زي كيكة امهاتنا زمان. انسي بقى اي كيكة عملتيها قبل كده وجربي معايا كيكة النهاردة. مقادير الكيكة بتاعتنا: 6 بيضات، 4 أكواب من السكر، ومعايا مج ونص من الزيت، وكيس ونص من الكيك شيف، و7 كوب من الدقيق، ورشة ملح، ومعلقة صغيرة من الخل، و4 من الفانيليا. دي المقادير بتاعت الكيكة. طبعا انت قادرة تقللي الكمية لنص، أنا عاملة كمية كبيرة، انت قادرة تعملي نص الكمية اللي انا عاملاها دي. بولة كبيرة او طبق اللي طبعا انت بتستخدمي بتعملي فيه دايما الكيكة. هنزل ب6 بيضات، 6 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، عليهم 4 أكياس فانيليا. طبعا ما ينفعش انك انت تستخدمي الفانيليا السايلة، يعني مش مستحب انك انت تستخدمي الفانيليا السائلة عشان ممكن الفانيليا السائلة تخلي لون الكيكة بتاعتك يغمق معاكي. يعني المستحب الاحسن يعني انك انت تستخدمي الفانيليا البودرة. والبيض لو انت كان معاكي في التلاجة ممكن تطلعيه قبل الاستخدام ب10 دقايق بحيث ان هو يفك من برودة التلاجة وبعد كده تستخدميها عادي. يعني ما ينفعش انك انت تطلع البيض من التلاجة على طول وتستخدميه، هتبوظ منك الكيكة خالص. هتضرب البيض كويس خالص بالمضرب زي ما انت شايفة لحد ما لونه يبدأ يفتح. طبعا ممكن الكيكة دي تعمليها بالخلاط عادي، وممكن تعمليها بايدك عادي، ممكن تعمليها بالمضرب اليدوي. بس طالما معانا كده احنا المضرب الكهربائي خلاص ما هنستخدمه، لو معاك الخلاطة تستخدمي برضه. لما خلاص كده لون البيض البيض معايا زي ما انتوا شايفين، نزلت بنص كمية السكر. ما ينفعش تنزلي بالسكر كله مرة واحدة، تنزلي بنص كمية السكر وتضربيه كويس خالص، وتتأكدي ان السكر بتاعك دبنة في البيض عشان ما يخرس، عشان لو السكر ما دبش خالص معاك هيخرس في الكيكة وممكن تبوظ منك. هتضربيه كويس خالص وتتأكدي ان السكر بتاعك داب نهائي في البيض. هتروحي بنازلة بكمية السكر التاني. بعد ما تنزلي باخر كمية من السكر برضو هنضربه كويس خالص بالمضرب لحد ما تتأكدي تماما ان السكر بتاعك داب نهائي خالص في البيض. طبعا ينفع تعمليها بالمضرب اليدوي عادي خالص وهتبقى زي العسل معاكي، وبرضو تنفع تعمليها في الخلاط. هتحطي المكونات كلها في الخلاط ما عدا الدقيق والبيكنج باودر، وهتطلع معاكي برضو زي العسل. يعني ممكن تعمليها بايدك، ممكن تعمليها بالمضرب اليدوي، ممكن تعمليها بالمضرب الكهربائي. بعد كده هنزل بمج ونص من الزيت، ولازم طبعا الزيت بتاعك يكون نظيف عشان ما يغيرش ريحة الكيكة معاكي وتبقى ريحتها مش الأحلى حاجة. واللبن ده كان عدد 4 مجات من اللبن بالمج اللي انتوا شايفينه ده. هنضرب كويس برضو باللبن لحد ما نلاقوا الخليط بتاعنا بقى قوامه كويس وكريمي زي ما انتوا شايفين. ولما ضفنا السكر في الأول برضو هنقلبوه حوالي 5 دقايق عشان يتحول معانا الخليط لكريمي وقوامه يكون هش. ممكن تستخدم اللبن بدرجة حرارة الغرفة أو درجة حرارة المطبخ عشان ما يبوظش الكيكة. معايا الدقيق ونزلت عليه بالبيكنج باودر أو الكيك شيف، ورشة كده بسيطة، سنة بسيطة كده على طرف المعلقة من الملح. لازم الملح طبعا تحطي سنة بسيطة بين صوابعك كده ملح. الدقيق هنحطه 6 مجات وهنخلي 7 احتياطي نظبطوا بيه قوام الكيك. وعشان تاخدي نتيجة حلوة في الكيكة بتاعتك الدقيق يقوم بيبقى منخول مرة واتنين عشان تطلع الكيكة بتاعتك هشة وطرية ولونها فاتح من جوه. هنزل بنص كمية الدقيق، مش هنزل بالدقيق كله مرة واحدة. المضرب اللي في ايدي وهبدأ اقلب الدقيق بتاعي، ولازم الكيكة تقلبيها في اتجاه واحد. ما ينفعش تقلبي الكيكة يمين وشمال. الاتجاه اللي انت هتقلبيه سوا يمين سوا شمال هتمشي على طول عليه لحد الكيكة بتاعتك ما تخلص. بالنسبة للمج اللي انت هتستخدميه في الكيكة تستخدميه في كل المقادير، اللي هتعيري بيه السكر هو اللي تعيري بيه الدقيق هو اللي تعيري بيه كل حاجة. بعد ما قلبت كويس الكمية الأولى من الدقيق نزلت بالكمية التانية. خلاص كده قلبت الخليط كويس خالص في بعضه واتأكدت ان مفيش اي رواسب دقيق من تحت. هجهز معايا الصينية مدهونة كويس خالص من الزيت، وهكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 180 قبلها ب10 دقايق. لازم تكون سخنة الفرن قبلها ب10 دقايق. هحطها على الرف الأوسط، هتقعد معايا حوالي من 40 ل45 دقيقة.
والنار طبعا هتبقى شغالة من تحت بس. وبعد كده لو لقيتيها ما خدتش لون معاكي هتشغلي الشواية حوالي 5 دقايق تاخد اللون اللي من فوق ده. ده مش طبعا حرقة من الفرن، ده انا كنت رش عليها كده رشة من الكاكاو، ادتها بصراحة طعم وريحة ما يتوصفش. وما ينفعش طبعا تفتحي ابدا الفرن وهي الكيكة على الفرن عشان ما تهبطيش الفرن، لازم عليها، ممكن تفتحي عليها بعد نص ساعة من دخولها الفرن. هتطلع معاكي كيكة هشة وطرية وعاملة زي كيكة النايتي بالظبط. عايزين تزينوها بجوز هند من فوق او اي حاجة براحتكم خالص.